اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. كل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم بألف خير يا حبايبي. اهلا بالرنجة واهلا بالفسيخ يا حبايبي. لهم وحشة والله. دلوقتي هنعمله طريقة رنجة، بص، عادية خالص زي ما كانت امهاتنا بتعملها، من غير اي حاجة ولا مية مغلية ولا الترندات اللي طالعة دي، طبعا مع احترامي لأي حد، بس انا بقول الرأي يعني. دلوقتي بجيب اللي هي الصينيه اللي على النار دي، هي سمرة كده، انا محروقه، لان انا بعمل فيها الرنجة على طول. وفي ساعات بشوي فيها سمك، فانا بخليها كده ببركتها زي ما هي كده، الاستعمال الزفاره بس. تمام. هنحط معلقه زيت زي ما انت شايفه على النار، اسيب الصينيه تسخن كويس، وبعدين انزل بالرنجة. تمام. انا جايباها وسط، لان يا جماعه اسعار الرنجة دلوقتي قربت لسعر اللحمه، انا مش عارفه في ايه، مش عارفه الناس تعيش ازاي بصراحه، ربنا يرحمنا على اللي احنا فيه. انا جبتها وسط زي ما انتم شايفين كده. عملتها بقى ايه، حطيت اول الصينيه ما سخنت جامد، حطيت تاخد على كل جنب دقيقتين عشان تتشوي. طبعا انا مش جايباها رقم واحد يعني، انا جايبه على قد امكانياتي، والحمد لله والبركه من عند ربنا وزي الفل. الحمد لله. غيرنا مش طاير في غزه، مش لاقيين يعملوا التراب سندوتشات والله العظيم. دلوقتي ما شوينا الرنجة على الجنبين، هنجيبه بقى الخلطة بتاعتها اللي هي مية مية. خلطة ايه بقى؟ السلطة يعني. طماطماية كبيرة زي ما انت شايفة كده، على بصل اخضر، على بصل من اللي احنا من جوه البصل الاحمر بتاعنا عادي، على بصل اخضر بنقطعه، دي سلطة الرنجة. على قرن فلفل اخضر، عايزاه سبايسي زي ما انت عايزة، انا عملت كوب عشان العيال بتاكل معايا. بنخرط زي ما انت شايفة السلطة بتاعت الرنجة كده، بتكتر لك الكمية وبتطعمها، بتخليها زي الفل. بتقطعها كلها ايه زي ما انت شايفة كده مكعبات، طماطمايه على بصلايه على قرن فلفل اخضر، بيتقطعوا، بتعمل لك الكمية كبيرة وبتخلي طعم الحاجة حلو يعني. دي الله يرحمها كانت معودانا عليها. انا بنضف البصلة لقيت فيها عروق ناشفة كده فبطلعها. ايه، على قد الكمية اللي انت عايزاها دي. نعمله بقى الخلطة بتاعتها اللي هي التتبيلة بتاعتها. ادي شطة على كمون، شطة على كمون على نص ليمونة، معلقة شطة، معلقة كمون، نص ليمونة، شوية زيت، ده الصوص بتاعها، وعلى شوية خل. كمون على شطة على ليمون على زيت على شوية خل، وبتدمجهم كلهم مع بعض كده، بتقلبيهم. دول الخلطة اللي هنطعموا بيهم الرنجة. بصي شكلها جميل وريحتها جميلة. هنا بقى بننضف الرنجة، تيجي بقى نفصصوها. بتقصقصي الرز زي ما انت شايفة كده. بصي بتنسلي اللحم بتاعها عادي، اللي فاضل ده انا اصلا بمصمصه. انا بصي ما تدينيش رنجة واديني بقى المصمصة الاخيرة دي، هي دي اللي بستطعم بها، بتظبط دماغي بقى. سيبك بقى من اللحمة والكلام ده، لحمة الرنجة يعني بحب امصمص. بتفصصيها زي ما انت شايفه كده، بتشيلي الشوك كله واحده، انا بجري طبعا عشان ما تملوش، بتشيلي الشوك واحده واحده، او بتفصصي اللي باقي ده. انا ليا بقى على، يبقى على جنب كده الايه، للمزمزه زي ما بيقولوا. او بتشيلي الشوك واحده واحده اهو. بصي ده خليته على جنب. بصي بقطع الرنجايه حتت صغنطوطه كده، اللحمه بتاعتها حتت صغنطوطه كده اهي. وبعدين هننزله بالسلطه اللي احنا عملناها اهي، نصها بس. هقول لكم النص التاني هنعمله بايه دلوقتي. هنعمله، بصوا نزلنا بالخلطه اهو. طبعا البصل والطماطم على والفلفل على قد الكميه، نزلنا بالخلطه بتاعتها، الكمون والليمون والخل والشطه، قلبنا كده، مش محتاجه اي حاجه، واحلى طبق رنجة هتاكليه. خلاص كده خلصنا كده بقى. بنزوده لطبق التونه. زودت طبعا قرنين فلفل سبايسي، وزودت بصل اخضر، والطماطمايه نفس السلطه بتاعتها، بتبقى جميله 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 اهي. نفتحوا علبه التونه، نزلنا بيها كلها، بننزل ايه كل حاجه كده خساره اهي. نزلنا بباقي الخلطه بتاعتنا، بس انا هنضيف دلوقتي شويه ملح، لان الخلطه ما عليهاش ملح، الصوص يعني ملوش ملح، ونص ليمونه عشان يعزز الطعم كده يبقى جميل. قلب 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 زي ما انت شايفه كده، هيبقى طعمها زي الفل. كل سنه وانتم طيبين.